اتمنى تعملوا اشتراك في القناه بتاعتي الاولانيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه. الحلقه الاولى من مسلسل اسمعني. بيبدا المسلسل في حي فقير من احياء تركيا، وبنكون مع بنتين في المدرسه الثانويه اصحاب وزي الاخوات، هما ايكم وليلي. ايكم وليلي عايشين حياتهم سوا في سعاده وحب ومستمتعين بكل حاجه حواليهم. ليلي بيكون نفسها تروح مدرسه جريشك الثانويه بتاعه الاولاد الاغنياء اللي موجوده قريب من الحي بتاعهم. ايكم بتشوفها وهي بتلبس التيشيرت بتاع مدرسة جريشك وبتسألها هي جابته منين، بس ليلي ما بتردش على سؤالها وبتقول لها انها بتحلم انها تكون طالبة في المدرسة المثالية، ولكن الواقع هي انها بتلبس التيشيرت بتاعها بس. في الوقت ده بيكون في حد لابس ماسك المهرج سايق عربيته بسرعة وبياخد تعليماته من حد مجهول فاتح معاه اتصال مباشر وبيطلب منه انه يزود السرعة بتاعته علشان الوقت بتاعه قرب يخلص. ايكم وليلي بيكونوا رايحين المدرسة، وليلي بتعدي الشارع وبيخبطها المهرج بالعربية بتاعته وبيهرب من المكان بسرعة، وبيجري وراه واحد من سكان الحي اسمه خليل وبيشوفه هو بيدخل مدرسة جريشيك الثانوية. فبينزل من العربية وبيتخانق مع الأمن عشان يفتح الباب، لكن الأمن بيرفض وبيتصل برؤسائه. فبيقوم خليل مكلم كل رجالة وشباب الحي علشان يروحوا له على المدرسة، وبيكون المهرج اللي كان سايق العربية في الحمام وبيقلع الماسك بتاعه، وبنكتشف انه واحد من المدرسين بتوع المدرسة وبيكون تعبان قوي وبيموت بالسكتة القلبية، وبيدخل عليه حد مجهول بياخد قناع المهرج من جنبه وبيمشي. ليلي بتدخل المستشفى وايكم بتعيط جامد وبتكون خايفة عليها جدا، وبتكون معاها مامتها اللي بتشتغل ممرضة في المستشفى وبتاخدها في حضنها. وبيخرج الدكتور وبيقول لهم انه عاوز يتكلم مع حد من اهل ليلي. مامة ايكم بتقول له ان باباها ومامتها مش موجودين وانها عايشة مع جدتها وانهم جيرانها وزي اهلها بالظبط. الدكتور بيقول لهم انهم انقذوا حياة ليلي من الموت، لكن ليلي مش هتقدر تمشي على رجليها تاني بقية حياتها وانها محتاجة عمليات كتير وفترة علاج طويلة قوي. ايكم بتسمع الكلام ده وبتنهار. رجالة الحي بيروحوا كلهم على المدرسة والبوليس بيكون واقف قدامهم وبيمنعهم من اقتحام المدرسة. وفي المدرسة بيكون سليمان صاحب المدرسة مع فكرة مدير المدرسة وبيسأله عن العربية اللي عملت الحادثة، فبيقوله انه خباها وكله تمام. سليمان بيشاور على خليل وبيطلب من مستر فكري انه يروح يتكلم معاه واقنعه بأي طريقة انه ياخد الناس دي من قدام المدرسة ويمشوا. فكرة بينزل الرجالة وبيطلب منهم يهدوا ويسمعوا، وبيقول لهم ان مفيش اي عربية دخلت المدرسة خالص النهاردة، وبيطلب من خليل انه يدخل معاه عشان يدور عليها بنفسه. وجوه المدرسة فكرة بيقول له انه جابه هنا علشان عاوز يتكلم معاه لوحديهم. وبعد شوية خليل بيخرج على الرجالة وبيقول لهم انه دور بنفسه على العربية في كل حتة في المدرسة وما لقاهاش، وانه شاف بنفسه كاميرات المراقبة والعربية مش موجودة ولا ليها اي اثر. وبيقول له انه ما كانش مركز وكان الغضب مسيطر عليه وتهيأ له ان العربية دخلت المدرسة، وبيطلب منهم انهم يمشوا من قدام المدرسة لان وقفتهم مش هتجيب نتيجة. الرجالة بيكونوا شاكين في كلام خليل وخصوصا سيدات اللي بيبص له بنظرات كلها شك، لكن خليل بيقسم له انه اتلخبط وان الصدمة كانت مأثرة عليه. بعدها بيرجع على المحل بتاعه وبتوصل ايكم اللي بتكون مستغربة من اللي هو عمله وبتقول له ان ليلي مش هتمشي على رجليها تاني، وبتطلب منه يحكي لها هو ازاي ما خدش باله من العربية اللي خبطت ليلي. خليل بيقول لها ان الكل بيحاسبه وكأنه هو اللي خبط ليلي بالعربية بتاعته. تدخل عليهم مامة ايكم وبتعتذر له وبتاخدها وبتمشي. ايكم بتكون عايشة في عذاب ما بتعرفش تنام وبيجي لها حالات من الانهيار العصبي وبتقعد اوقات كتيرة قوي لوحدها وهي بتعيط. تاني يوم خليل بيروح لإيكم وبيقول لها انه جايب لها خبر حلو، وهو ان المدرسة قررت انها تدي منحة دراسية مجانية ل3 طلاب من الحي بتاعهم عشان هم متعاطفين معاهم في الحادثة بتاعت ليلي. وبيقول لها ان المدرسة اختارتها هي وليلي من ضمن ال3 اللي هياخدوا المنحة دي. مامة إيكم بتكون فرحانة ومبسوطة بالخبر ده، لكن إيكم بتقول لهم ان اصحاب المدرسة حاسين بالذنب وبتأنيب الضمير علشان اللي خبط ليلي بعربتهم من مدرستهم اللي كلها ولاد ناس اغنياء ومتدلعين وما عندهمش اي مسؤولية ولا اي اهتمام بحياة الناس. وبترفض انها تدخل مدرسة جريشيك وبتروح على ليلي علشان تطمن عليها، وبتلاقيها في حالة نفسية وحشة قوي ورافضة الاكل خالص، وبتكون عارفة بموضوع المنحة الدراسية بتاعة مدرسة جريشيك لكن هي رفضتها علشان هي مش هتقدر تستحمل انها تدخل المدرسة على كرسي متحرك وتشوف الطلبة قدامها وهي عارفة ان واحد منهم هو اللي عمل فيها
لها كده. إيكام بتقول لها انها هتقبل المنحة علشان تدور على المجرم اللي خبطها بالعربية، وهتعمل المستحيل عشان تقدمه للعدالة. بعد اسبوعين بيكون اول يوم دراسة، وإيكام وبكير اخو خليل ومعاهم عائشة بنت سيدات بيكونوا رايحين على المدرسة. لكن عائشة خايفة قوي وقلقانة علشان هي قبلت المنحة من غير ما باباها يعرف، وان خليل قال لها انه هيعرف باباها بالموضوع، ولسه لغاية دلوقتي ما تكلمش معاه في اي حاجة. بس بكير بيقول لها انه هيكلم خليل ويفكروا انه يقوله، وبيطلب منها تنسى الموضوع ده دلوقتي وتركز في اللي هم شايفينه قدامهم. وبيقابلوا مستر فكرت مدير المدرسة اللي بيرحب بيهم وبياخدهم في جولة سريعة وبيشرح لهم قوانين المدرسة، لكن هم مش مركزين معاه ومبهورين بالمدرسة واللي فيها، وبيطلب منهم يركزوا معاه وبيعرفهم ان النهاردة الدراسة هتبدأ بعد الظهر عشان عندهم مراسم جنازة لمستر ضياء مدرس الأدب اللي مات من كام يوم. وفي مراسم الجنازة الطلبة كلهم بيكونوا متجمعين، وميليسا بنت سليمان صاحب المدرسة والملقبة بملكة المدرسة بتقول كلمة وداع لمستر ضياء. إيكام بتكون مركزة قوي انها تتعرف على كل الموجودين حواليها، وبتشوف كانت اشهر ولد في المدرسه واخوه عزيز اللي في حاله ومالوش دعوه بحد خالص. بعدها بتلاقي ولد اسمه اوزان بيقابلهم وبيرحب بيهم وبيعرفهم على جداء ودهان، وبيقول لهم انه هياخدهم في جوله جوه المدرسه، وبيدي اوامره لجداء عشان تكون مع بكير، ودهان بيكون مع عائشه وبيقول لإكرام ان حظها حلو قوي عشان هو بنفسه اللي هياخدها في جوله جوه المدرسه وهتشوف حاجات غير اللي مستر فكرت فرجهم عليها. وبيروح بيها على صاله الالعاب وبيكون ناوي على حاجه وحشه، لكن بتظهر ميليسا وبتضربه وبتنقذها منه وبتتعرف عليها وبتكمل الجولة بتاعتها معاها. ميليسا بتوريها كانت وبتقول لها ان ده حبيبها وبتاخدها وبتعرفها عليه. بالليل إيكام بتقعد مع ليلي وبتحكي لها على اللي حصل في المدرسة. ليلي مش بيشغلها اي حاجة من اللي هي بتقولها وبتسألها عن الواد اللي اسمه كانت، وإيكام بتستغرب انها تعرفه، فبتقول لها ان كل البنات في الحي بتاعهم يعرفوه، بس إيكام بتقول لها انه بيحب بنت اسمها ميليسا. ليلي لما بتسمع الكلام ده مودها بيتغير وبتقول لإيكام انها تعبانه من العلاج طول اليوم وعاوزه ترتاح شويه، وبتقول لها انها مش عاوزه تعرف اخبار المدرسه دي تاني، يعني بلاش تزورها كل يوم. إيكام بتمشي وهي مستغربه قوي من رد فعل ليلي، وبعد ما إيكام بتمشي بنلاقي ليلي بتبعت رسائل لقناة وبنعرف انها معجبه ومغرمه قوي بيه. قناة في الوقت ده بيكون في الكافيه مع بنت اسمها هازل وبيقول لها انها لازم تيجي المدرسه وان غيابها الفتره دي كلها بدأ يلفت الانظار، فبتقول له انها لسه مش مستعده ترجع المدرسه، وبتفكره انه هو الوحيد اللي عارف سرها، فبيزعل منها وبيسيبها وبيمشي. كانت بيرجع على البيت وبنعرف ان باباه مستر رضا عامل رعب لمامته والاخوه عزيز. كانت بيكون مستحمل اللي بيحصل بالعافيه وعاوز ياخد رد فعل مع باباه، لكن مامته بتمنعه. تاني يوم في المدرسه بيوصل مستر سليم المدرس البديل لمستر ضياء، وفي اول حصه ليه بيلاقي الطلبه بيهزروا مع بكير وبيرموا الجزمه بتاعته، فبيقلع جزمته وبيطلب من كل الفصل يعمل زيه، واللي مش عاجبه يطلع بره. ده غير انه بيستغل اللي حصل وبيطلب من الطلبه يكتبوا مقاله ادبيه ويقولوا رايهم في اللي زمايلهم عملوه مع بكير. ميليسا والشله بتاعتها بيكونوا قاعدين متغاظين قوي من اللي عملوا فيهم مستر سليم وبيفضلوا يفكروا هينتقموا منه ازاي. جداء بتقول لميليسا ان دايما حظها وحش مع مدرسين ماده الادب. ميليسا بتتوتر تطلب منها ما تتكلمش في الموضوع ده تاني. بعد الحصه مستر سليم بيقرا المقاله بتاعت إيكام وبيعجب بالكلام اللي هي كاتباه وبطريقتها الجميله في الكتابه. إيكام بتكون ماشيه عند الباركينج بتاع المدرسه وبتقف قدام عربيه كانت وبتبص عليها جامد، وبيوصل كانت بيقول لها ان اللي هي بتدور عليه مش هتلاقيه هنا، فبتسيبه وبتمشي بسرعه. بالليل ليلي بتلاقي كانت بيرد عليها برساله، فبتقول له انها زعلانه منه وبتحكي له على موضوع ميليسا، فبيقول لها انه انفصل عنها، لكن هي مش عاوزه تقتنع بكده ودايما بتقنع الناس كلها انه حبيبها. تاني يوم ميليسا بتكون قاعده مستنيه كانت، ولما بيوصل بتجري عليه وبتقوله انها اتصلت بيه كتير وهو ما ردش عليها، فبيقول لها انه ما سمعش التليفون وبيطلب منها تبعد عنه وتسيبه في حاله، فبتمثل انه هيغمى عليها. وبيشوفهم مستر سليم بيحاول يتدخل، لكن كانت بيطلب منه يبعد عنهم ومالوش دعوه بيهم، وكل اللي بيحصل ده بيكون تحت عيون إيكام اللي بتشوف هازال وهي واقفه على السطح بتاع المدرسه وبتكون فاكراها هتموت نفسها، فبتجري بسرعه وبتنقذها، لكن هازال بتقول لها انها واقفه بس عشان بتاكل الطيور، بس بتكون مبسوطه من اهتمامها، بتتعرف عليها وبتشكرها. بعدها إيكام بتروح مع ميليسا على الفصل وبيكون في بنت اسمها ناز تحتفل بجائزة الجمال اللي هي كسبتها. ميليسا بتغير منها تاخد منها الجائزة، تبعت صورة وحشة لناز لكل الطلبة اللي في الفصل وبيتريقوا عليها جامد، وفي الغدا بتخلي كل الشلة بتاعتها يضايقوا ناز ويوقعوها على الأرض كمان، كلهم بيضحكوا عليها. ناز بتزعل جامد وبتتخانق مع إيكام وبتتهمها ان هي اللي عملت فيها كده. إيكام بترد عليها وبتقول لها ان مش هي اللي وقعتها،
لكن الناس بتقول لها انها عارفه البنات الفقراء اللي زيها بيعملوا ايه كويس، وانها بتنفذ اي حاجه بتطلبها منها ميليسا عشان تقرب منها، وبتقول لها ان الدور هيجي عليها وميليسا هتعمل معاها زي كده واكتر. وفي اخر اليوم مستر فكرة بيقابل إيكام وعائشة وبكير وبيقول لهم ان المدرسه عامله حفله النهارده عشان ترحب بيهم وبعائلتهم. عائشة بتستأذن من باباها عشان تروح تذاكر عند إيكام صاحبتها، وباباها بيوافق وبيطلب منها ما تتأخرش. وفي الحفلة بيكون سليمان مع فكرة وبيطلب منه انه يخلي الصحافة تغطي الحفلة بالكامل والخبر يكون في كل مجلة وكل قناة عشان يقدروا يداروا على موضوع الحادثة. فكرة بيروح يستقبلهم وبيتفاجئ ان خليل معاهم فبيحاول يتهرب منه، لكن خليل بيروح وراه وبيقوله انه لسه منفذش وعده ليه، وبيهدده انه لو منفذش اتفاقه معاه خلال اسبوع من النهارده هو هيتكلم وهيقلب عليهم الدنيا. ميليسا كالعادة بتتصل على قناته وهو ما بيردش عليها، واول ما بيوصل بتجري عليه لكن هو بيعمل نفسه مش شايفها وبيسيبها وبيمشي. ميليسا بتتصدم لما بتشوف قناته وهو رايح لإيكام وبيرقص معاها وبتغير منها جامد وهتموت من الغيظ. في الوقت ده سيدات بيروح على المحل بتاع خليل وبيشوف بكير وهو عامل لايف من الحفله وبنته عائشه معاه، فبيروح جري على المدرسه وبيقابل خليل وبيقول له انه خاين وباع ليلي بنت الحي بتاعه واكيد قبض الثمن، وبيقول لكل الموجودين انهم بيعملوا الحفله دي على حساب دم البنت الفقيره اللي مستقبلها اتدمر على ايد واحد منهم، وبياخد عائشه وبيمشي. في الوقت ده بيكون دهان واقف قدام الدولاب بتاع إيكام وبيتأكد ان مفيش حد شايفه، وبيفتح الدولاب وبيحط فيه القناع بتاع المهرج. تاني يوم في المدرسة ميليسا بتقابل إيكام وبتقول لها انها خاينة وبانت على حقيقتها وانها قاصدة تخطف منها قناة، وبتقول لها انها تخرج من المدرسة دي زحفة على رجليها زي صاحبتها وبتسيبها وبتمشي. إيكام بتكون زعلانة قوي ومتضايقة وبتروح على فصل الموسيقى وبتشغل اسطوانة عشان اعصابها تهدى، وبتفكر بصوت عالي وبتقول هو ايه اللي ناقص الطلبة دول عشان يكونوا بالعدوانية دي، وبتتفاجئ ان قناة في الفصل بيرد عليها وبيسألها هي ليه بتكرههم. إيكام ما بتردش عليه لكن هو بيقول لها انها مش هتخرج من الفصل غير لما تجاوب على سؤاله، وبيجي الطلبة بتوع الموسيقى وبينقذوا إيكام من موقف صعب قوي. قناة بيروح على الدولاب بتاعه وبيفتحه بيتفاجئ ان القناع بتاع المهرج موجود فيه، فبيوقف وهو مصدوم وبيتصدم اكتر لما بيشوف إيكام وهي واقفة قدامه وشافت القناع. وبكده احنا وصلنا لنهاية الحلقة الاولى. يا رب يكون فيديو المرة دي عجبكم. السلام عليكم.